السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سامو بيوتي. كما عودتكم من قبل وكما وعدتكم اي حاجة نجيبها ولا نشريها ولا نوفرها للمحل ونكون جربتها وشفت النتيجة ديالها مليحة راح نشاركها معاكم بالطبع. اليوم جبت لكم تبريمة الصحراوية. تبريمة صحراوية كانوا جدودنا زمان يحضروها بالأعشاب والحنة، يضيفوا لها كامل المكونات. اليوم راهي توفرت واجدة، ما عليك غير تروحي الكوسميتيك تقولي له اعطيني تبريمة صحراوية راح يوفرها لك فورا. وظائف التبريمة هي نزع الجلد الميت، غلق المسامات، يعني حتضيقها شوية مش حتغلقها كامل. ننصح بها بزاف اللي عندهم الاسويدات في الابط الكوعين. وننصح تاني ديريها في الحمام، وإلا ما تحبيش تروحي للحمام ديري الدوش ديالك سخون او ترمي على الجسم ديالك الماء سخون حتى يتفتحوا المسام. كما راكم تشوفوا انا حضرت صابون الجزائر مع التبريمه. صابون الجزائر غني عن التعريف، يعني من زمان كانوا جداتنا امهاتنا كامل يستعملوه. عن قريب ان شاء الله راح ندير لكم لا فيديو طريقه الاستعمال الصحيحه. اليوم خلونا في تبريمه الصحراويه. كاين بزاف اللي نصحوني نجرب تبريمه مع الماورد، انا سيتها صراحه كانت النتيجه مليحه، صح ماشي كيما حبيتها، كانت النتيجه روعه. صابون الجزائر. تبعوا معايا طريقه الاستعمال. انا دوكا راح نوريلكم غير شويه، راح نحطها غير على يدي. واللي راح تستعمل الجسم ديالها اكيد راح دير 2 مغارف كبار مع مغرف كبيره تاع صابون الجزائر، واللي تحب قطرات تاع القارص تزيد لها معليش باش تكون عندها النتيجه اسرع. وش احنا ننصحكم هذه التبريمه اللي عندها الجلد ديالها ملتهب او فيها بثور ما ننصحهاش بها. هذه راح تنقص الندبات اللي تكون على الجسم والندبات اللي تخليهم اثار الحب شباب. هكذا دوكا زيدي تنحي شويه تاع صابون الجزائر. سمحوا لي راني شاده تليفون ونشرح لكم لو ميم طون. انا من الاحسن راح نخلطها لكم بيدي كيما راكم تشوفوا هكذا. دخلوا مليح هذاك التبريمه في صابون الجزائر. هذه هي العجينه اللي تحصلت عليها، هاي ليك هكذا كيما راكم تشوفون عجنتها مليح هكا. تحكمي وتبداي من وجهك حتى الجسم ديالك كامل هكذا. واي قماج ولا ماسك دائما تكون الحركه دائريه هكذا. مام اللي عندهم دسة في وجههم ولا عندهم ضربة تاع الشمس تاني راح تساعدهم هكذا. هكذا نخلو تبريمة تاعنا على الجسم مدة 20 دقيقة حتى 25 دقيقة هكذا. هي راكي حتلاحظيها بعد فترة راح تكون ناشفة شوية. تحكمي الكاسة ديالك، حنا في الجزائر نقولوا كاسة وفي بلدان العربية يقولوا ليفة على ما اعتقد. هكذا تدخلي الكاسة ديالك وتبداي تحكيها هكا دائري، قلنا بعد 25 دقيقة هكذا. هكذا تنحيها كامل. صدقيني راكي راح تشوفي الفرق في الجسم ديالك هكذا. بعد ما تنحيها راكي حتغسليها وتدوشي ديبيلي الجسم ديالك طبعا. نروح نغسلها ونولي نكمل لكم الطريقه. انا راني غسلت يدي كيما راكم تلاحظوا، ما خليتهاش الوقت اللي قلت لكم عليه، يعني ما طولتش. نتوما قلت لكم 25 دقيقه، انا باش نوري لكم برك طريقه الاستعمال تاع التبريمه الصحراويه. كي تكملي تدوشي وديبيلي الكور ديالك، تستعملي اي مرطب نتيا معتمده عليه، ترطبي كامل الكور تاعك
هكذايا بالعقل. انا نستعمل جليسيرين، كما تعرفوها تساعد في التبييض وتساعد في نعومة الجسم ديالك. انت اي مرطب حتى ويكون رخيص وتعرفي بلي الجسم ديالك يخرج عليه، رطبي به. انا دوكا كملت لا فيديو تاعي، واللي عجبتها دعمني باللايك والاشتراك. وكما قلت لكم من قبل، اي وصفة اي حاجة نجيبوها جديدة ونجربها ونلقى عليها نتيجة راح نشاركها معاكم ان شاء الله. نخليكم في رعاية الله والسلام عليكم.